مفيش شك إن مسلسل أمي مسلسل حلو، بس تعمل حسابك في مناديل كتيرة لما تيجي تتفرج علشان كمية العياط والسح اللي انت هتسحه وانت بتتفرج على كل حلقة من حلقاته. يا مساء الفل على كل الناس اللي بيسمعوا بودكاست الكتابة فكرة. دي أول حلقة تقريبا أعملها لمسلسل وهو لسه شغال مخلص، بس ده لأني لقيته يستاهل ومش واخد حقه مع إنه في حاجات كتيرة قوي حلوة. وهو المسلسل السعودي أمي، بطولة العنود سعود، رنا جبران، زهر عرفات، فايز بن جريس، تركي اليوسف، والطفلة طرف العبيدي، والإخراج للمخرج التركي جودة مرجان. أحداث المسلسل بتدور حوالين مريم الإدارية في مدرسة واللي حلمها تشتغل مصورة، ومش بتفكر غير في نفسها وفي حلمها. وفي يوم المدرسة بتطلب منها تدخل حصة بدل مدرسة تاني، وبيلفت نظر مريم الطفلة بسمة بتصرفاتها العفوية وفي نفس الوقت من إحساسها إن البنت سابقة سنها. وبنكتشف إن بسمة بتعاني من عنف أسري نتيجة سوء معاملة جوز أمها وكمان من أمها في أوقات كتير. وبنشوف بسمة وهي بتحلم دايما إن تحصل حاجة تغير حياتها البائسة دي، ونتيجة الأذى المستمر اللي بتتعرض له بتشوفها مريم وبتاخد قرار جريء إنها تنقذ بسمة وتهرب بيها وتوهم الكل بموتها علشان تبعد البنت عن أمها. إيه عواقب اللي مريم عملته وهتقدر تنفذ الخطة دي إزاي؟ ده اللي بنشوفه في الأحداث. المسلسل هو النسخة السعودية من المسلسل التركي أني، واللي برضه متاخد من المسلسل الياباني مازر. ودي كانت أول خطوات النجاح في المسلسل، إنه عرف يحول الأحداث عشان تناسب الثقافة السعودية. بنشوف أعمال كتير متاخدة من أعمال تركية أو أجنبية بنحس بفجوة لأنه مش منطقي تحصل الأحداث بتاعتها في العالم العربي. إنما هنا المسلسل اتفادى ده بذكاء كبير قوي، ووضح الفرق بين الاقتباس والتقليد الأعمى. هنا هو اقتبس الفكرة وحولها للشكل السعودي اللي قدر إنه هو رغم إن عمل نفس الفكرة بالظبط بس خلاها مناسبة للثقافة السعودية، ودي نقطة كبيرة تحسب للمسلسل. سيناريو المسلسل زي ما أكيد لاحظتوا قصة إنسانية جدا عن بنت صغيرة بتعاني من عنف أسري، وواحدة ما كانش فارق معاها أي حاجة في الدنيا بتقرر إن هي تنقذ الطفلة دي. وطبعا ده مش الجانب الوحيد من المسلسل، في أحداث وخطوط درامية كتيرة محطوطة، مش مجرد قصة هروب مريم بالطفلة بسمة. إحنا بنشوف تطور قصة الهروب دي وأثرها على بسمة وعلى مريم وعلى أهل مريم وعلى سعاد والدة بسمة الحقيقية وجوزها، وحتى بنشوف التاريخ بتاع كل شخصية. وهنا دي نقطة تاني مهمة، وهي إن نشأة الشخص بتفرق في تكوينه إزاي. يعني شفنا ماضي مريم وعرفنا ليه هي كانت عندها لا مبالاة باللي حواليها وبتفكر في نفسها، وشفنا ماضي سعاد وفهمنا ليه موافقة على اللي بيعمله جوزها في بنتها. كل شخصية ليها طبقات، كل ما بتعرفها بتفهم أكتر الشخصية دي بتعمل كده ليه. برضو من النقط المهمة في المسلسل إن وسط الأحداث أنت بتشوف معاناة 5 أمهات، كل واحدة بتعاني بطريقة. أم بتعامل بنتها وحش وفي نفس الوقت هي خلقت حاجز بينها وبين بنتها، وأم الظروف بعدتها عن بنتها وعاشت من غير ما الاتنين يعرفوا بعض، وأم ربت بنت مش بنتها واعتبرتها بنتها وخايفة تضيع منها، وأم في صراع نفسي إنها تخسر الجنين اللي في بطنها وتجهضه لأنه مشوه، وأم عمرها ما خلفت بس عرفت طعم الأمومة في حبها لطفلة. كل دي قصص متقاطعة، وكل قصة من دول فيها رسالة حلوة جدا كل ما تركز فيها. ودي كانت نقطة مهمة، تناول أكتر من حالة للأمومة بشكل مختلف ومن غير ما تحس. وبرضه زي ما قلت ده منقول للثقافة السعودية بشكل سليم. أما بقى الحاجة اللي هروح لها في الآخر هي الرسالة. طبعا حد هيقول لي ما كل اللي فات دي رسائل عنف أسري وتربية أيتام في قضية إجهاض، في إيه تاني؟ دي الرسالة اللي أنا بقى شفتها بين السطور في المسلسل، وهي إن الإنسان حياته بتتغير لما بيلاقي اللي يعيش عشانه. الرسالة دي ظهرت قوي في شخصية مريم. في أول حلقة بتشوف شخصية مريم مش مركزة مع حد ولا مهتمة بحد، ومعظم الوقت لوحدها. حتى لما شافت بسمة في الأول ما كانتش مهتمة بيها، بس مع الوقت ابتدت تتغير، ابتدت تهتم ببسمة لحد ما بسمة تحولت لهدف في حياة مريم. كانت مريم عايشة بهدف بسيط بس ما كانتش عايشة عشانه، كان هدف مخليها تبعد عن الناس ما تهتمش بحد. بس لما بسمة دخلت حياتها مريم حياتها اتغيرت وبقت حياتها ليها معنى أكبر بكتير. بقى في حد عايشة عشانه، بقت عايشة عشان بسمة، عايشة تسعدها وتنسيها الألم اللي شافته. حتى لما أم بسمة ظهرت تاني فضل هدف مريم إن بسمة ما ترجعش للعنف والأذى النفسي اللي كانت فيه. رسالة حطها المسلسل ببساطة إن كل واحد ممكن يبقى عايش حياته مش مهتم باللي حواليه وباصص لنفسه بس، لحد ما بتيجي اللحظة اللي كل حاجة فيها بتتغير. تبقى عايش لنفسك لحد ما تبقى عايش عشان هدف أكبر أو عايش عشان حد.
ساعتها بتتغير نظرتك للحياة، بتشوف إن وجودك مهم لحد معين، بتلاقي إن غيابك هيضره ووجودك بيساعده. صحيح وقتها أنت بتفتكر إن هو اللي محتاجك وعايش بيك، بس الحقيقة أنت كمان محتاجه وعايش بيه. محتاجه عشان يخليك إنسان مش عايش لنفسه بس، محتاجه عشان تلاقي نفسك وإنسانيتك ما تضيعش في اللامبالاة. عايش بيه عشان لما الإنسان بيبقى عايش عشان حد أو عشان هدف بيتمسك بحياته أكتر، بيعافر أكتر، ما بيهموش أي صراعات أو أزمات، لأنه لاقي اللي يعيش عشانه. نفس فكرة الأم اللي بتعيش لعيالها، والأب اللي بيعيش لولاده، الصاحب اللي بيعيش لأصحابه، الأخت اللي بتعيش لأخواتها، الزوج اللي عايش لمراته، والحبيبة اللي بتشيل عن حبيبها. علاقات كتير في حياتنا، وكل ما تبقى عايش عشان اللي بتحبهم وبيحبوك قلبك بيعيش أكتر، روحك بتبقى أجمل، عشان اللي بيعيش لنفسه بس بيبقى من غير روح، جثة بتتحرك. إنما أما بتعيش لحد، روحك بتكمل بروحه وقلبك بيزيد بحبه. القلب اللي ربنا بيجيبه في سكتك مش عشان تساعده بس، ده عشان انت كمان تساعد نفسك تعيش. رسالة حلوة حطها المسلسل في علاقة مريم وبسمة. مريم اللي حياتها اتغيرت وبقت عايشة عشان بسمة مهما ده كلفها. المسلسل حلو قوي قوي، والأداءات التمثيلية هايلة من الكل، خصوصا من العنود سعود بالتحولات بتاعتها، والطفلة طرف العبيدي اللي بتمثل بحرفنة جديدة، ورنا جبران اللي قدمت أداء الأم المتذبذبة حلو، وتركي اليوسف اللي قدم أداء يكرهك فيه بنجاح. إخراج المسلسل هايل في الكادرات اللي بتبين ضعف كل شخصية وتحول كل حد، وفي المشاهد الصعبة اللي بتخليك تتعاطف مع بسمة بسهولة، ومعاها ميوزك طبعا هايلة جدا ومؤثرة. المسلسل بشكل عام أحداثه حلوة وتشد، وللتحذير برضه هو هيرميكوا من فوق منعطف أحزانكوا بسهولة. أنا اتهبت من فوق منعطف أحزاني كتير، ده للتنويه بس، إنما المسلسل أحداثه تشد وفيها مفاجآت ومفاجآت ممتعة وأحداث حلوة، ويستحق المشاهدة. ولحد ما اتفرجت أنا مبسوط، وأقدر أقول إن هو يستحق تقييم 8 من 10. واللي ما اتفرجش عليه هو لسه مخلصش، ويخوض الرحلة معاه علشان أكيد هيستمتع بالمشاهدة. وكده حلقتنا خلصت. قولولي بقى إيه أكتر مسلسل مقتبس من عمل أجنبي شفتوه عجبكم؟ مستني رأيكم في الكومنتس على اليوتيوب، واعملوا شير وسبسكرايب عشان تشوفوا الحلقات اللي جاية، وتابعوني على فيسبوك وإكس وإنستجرام وتيك توك على أكاونت الكتابة فكرة، أو الأكاونت بتاعي عادل أبو الفضل، عشان نتناقش مع بعض في الأفلام والمسلسلات. واستنوني في الحلقات اللي جاية من البودكاست المفضل ليا عشان بكلمكم في الكتابة فكرة. وسلام عليكم.